من حمزة ومصفر الحكم. ضربة جزاء لنادي الزمالك، ضربة جزاء لنادي الزمالك ومش هيرجع في كلامه. وهنا بقى الحنكة بتاعت كباتن الفرقتين اللي جوه الملعب هنشوفها مرة تانية. ضربة جزاء للنادي الزمالك. في ضربتين جزاء، واحدة هنا وواحدة هنا. جمال حمزة أحرز الهدف منها وجلبرتو أحرز الهدف لضربة جزاء للنادي الأهلي. ودي ضربة الجزاء الثالثة أو الثانية، الثالثة في المباراة والثانية لنادي الزمالك. 4-1 وضربة جزاء لنادي الزمالك. عبد الحليم علي وضربة جزاء للزمالك وجها وجه عبد الحليم، ويحط عبد الحليم الهدف الثاني عشان تصبح النتيجة 4-2 والهدف السادس ليستمر على القمة كأحد هدافي الدوري حتى الآن. يبقى عبد الحليم علي في الدقيقة 37 من الشوط الثاني يحط الهدف الثاني للزمالك من ضربة جزاء ويصبح عنده 6 نقاط، وعماد متعب 6 أهداف، وعماد متعب 5 أهداف. وتصدر عبد الحليم هداف الدورة مرة أخرى.